الزمالك خلاص وصلوا لحاله يأس، بقى في حاله استياء بسبب خساره الزمالك من بيراميدز 3-0. النهارده الجماهير خلاص هي اللي بتطالب زيزو اللي هو يروح للاهلي، بيقولوا مش عايزينك يا زيزو، انت لحد دلوقتي ما مضيتش للزمالك، مع السلامه يا عم، روح الاهلي، روح اي نادي. النهارده جماهير الزمالك بعد ما شافت الزمالك امبارح وانهياره التام قدام بيراميدز، وبعد خروج عبد الله السعيد اول الشوط الثاني على طول تلاقي الزمالك خط النص اتفتح، الدفاع مش عارف يعمل حاجه، الونش ولا عارف يعمل حاجه، ولا حسام عبد المجيد عارف يعمل حاجه. انت لو بصيت على الجول الاولاني بتاع فاستو منيبي يعني الجول ما يجيش، يعني الكوره ما تجيش، الواد على طول كسر على طول من ناحيه اليمين وحطها في عواد. انت عواد بتعمل ايه؟ مش عارف يقول عواد، بيقول لهم في ايه يا جماعه؟ انت لو شفت اللقطه بتاعت عواد بيقول لهم في ايه يا جماعه، مالكم كده فاتحين الخطوط كده ليه؟ انا مش قادر اصد. الجول الثاني تلاقي اسيست من ابراهيم عادل على طول لمصطفى فتحي، مصطفى فتحي على طول يعني بسقف له الصراحه، ما استناش، غمزها على طول بوش رجليه على طول، يعني راح على طول بالغمزه، هي دي يخلص على طول. جت كوره في الشوط الاولاني اللي مصطفى شلبي ما عرفش يعملها كده، ده انت لو كان غرفها على طول من فوق اكرامي كانت راح الجون. الجون الثالث ابراهيم عادل، طبعا ابراهيم عادل اسطوره يا جماعه، ابراهيم عادل اي فرقه تتمنى ان ابراهيم عادل يكون ضمن الفرقه او ضمن تشكيل فرقته. ابراهيم عادل فعلا يعني مشروع مميز لشاب مميز ابراهيم عادل. طبعا جماهير الزمالك فقدت الامل في الفرقه خلاص. ده انا بتكلم مع واحد زملكاوي قال لي ده احنا الحمد لله ان الماتش خلص 3، بقول له ليه يا ابني؟ بيقول لي لو كان الماتش طول شويه كان الزمالك هيشيل 4 و5. قلت له مش الدرجات دي، قال لي والله كان للدرجات دي. خلاص لعيبه الزمالك عماله تفكر تقول لك زيزو دلوقتي ما جددش، طب هل هم هيدوا له 100 مليون ولا هيخرج؟ طب واحنا هنعمل ايه لو جددوا 100 مليون؟ طب احنا كمان عايزين نغير عقودنا. فاللعيبه مش عارفه تلعب، جماهير الزمالك خلاص يعني خلاص بقى فاقدين الامل في الفرقه ديت، فاقدين الامل في مجلس الاداره. فطبعا جماهير الزمالك خلاص وصلوا لحاله يأس بعد خساره